والله اسهل طريقة فطير دي لو اعتمدتيها، بس هيبقى اسهل طريقة فطير هتعمليها. اتفرجوا بقى على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير مع قناة هلا حسنين وفيديو جديد ان شاء الله. بصوا بقى الفطير ما شاء الله كده بيتكلم عن نفسه. كان سخن طبعا، بس ما شاء الله طبعا بيتكلم عن نفسه، حاجة كده تفتح النفس. مكونات من البيت وكلها حاجات بسيطة. نجيب بولة فاضية، ونحط فيها طبعا كمية الدقيق اللي انتوا هتعملوها ان انتوا حابينه. لو لسه هتبتدي ابتدي بحاجة بسيطة، يعني ربع كيلو دقيق ممكن يعملك فطيرة كده حلوة صغيرة، ولو نص كيلو دقيق برضو. والدقيق طبعا انواع، هاتي نوع حلو يعني للمخبوزات. نحط بقى ايه، حبة ذرة ملح صغيرة كده، يعني حاجة لا تذكر، ومعلقتين ولا معلقتين ونص سكر. الملح طبعا بيخلي العجينة ما تلزقش في ايدك جامد، والسكر طبعا بيديها طعم حلو. وبالمية بقى، ويا ريت المية تكون ايه دافية شوية، لما بتبقى المية دافية بيبقى ايه ترتاح معاكي بسرعة. لحد بصوا لما سابت البولة واتلمت كلها بقت قطعة واحدة. معلقة زيت بقى صغيرة ولميها بقى. لقيتيها بقى حبة عايزة دقيق حطلها. انا حسيت انها ايه طرية شوية فلميتها بحبة دقيق. طبعا كنت بوريها لكم ان هي بتتفرد مع نفسها كده. بصي بقى كده هتسيب البولة ومفيش اي حاجة هتلزق معاكي. حبة الدقيق ليه بقى؟ عشان ايه تمنعها انها تلزق. بقت قطعة واحدة وما شاء الله عليها ناعمة. طبعا بقى كده كنت بشوفها بقى ايه ملمسها ومتقطعة بتبقى مظبوطة ولا ايه. فسيبها ترتاح ايه 10 دقايق، وبعد ما تعجنيها كده بقى كنت انا سبتها 5 دقايق يعني مش كتير. وابتديت بقى اقطعها قطع صغيرة كده. قطع صغيرة ليه كده؟ ما احنا نفرده في فطيرة واحدة، لا كده احسن. طبعا بتفردي بتبقى مورقة جامد يعني، وبتبقى خفيفة. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك في القناة. رشة دقيق على الصينية، عشان طبعا احنا بنفردها بدقيق. وبقيت بقى اعمل عليها كور صغيرة كده، كور صغيرة زي عجينة الرقاق كده، زي ما بنقطع الرقاق. او ما شاء الله كده ايه يعني. ده نص كيلو دقيق كان عندي. بجيب برضو صينية كده وارش عليها رشة دقيق، وبأي بقى عصاية عندك افرديها. ما تفردهاش جامد، حاجة بسيطة خالص، لان هي بتفرد نفسها. بعد ما بفردها بقى بحطها على حاجة جنبي برضو برش عليها دقيق. شيل حط شيل حط افرد، شيل حط افرد لحد لما اخلص. ورانا ايه؟ ما وراناش حاجة، دينا قاعدين نعمل فطير. فردة كده يعني خفيفة، بس بتساعدني انها تتفرد، مع ان العجينة ما شاء الله كانت بتتفرد على طول. عملت طبعا كميتي اللي انا عايزاها. بقيت افردها عشان لما اجي اعمل بالسمنة بالمادة الدهنية، يعني ما الدقيق طبعا بيشرب السمنة. عشان انضف الدقيق ده خالص لازم افرده كده الاول، وبعد كده لما اكمل.
طبعا كانت بنتي بتساعدني، بتفرد اي حاجة بعملها لازم تعمل زيها. بصوا بقى العجينة ما شاء الله كانت في ايدي. انا طبعا جربت طرق كتير للفطير، يعني كذا طريقة، بس الطريقة اللي بعتمدها وبعمل بها على طول هي دي انجح طريقة للفطير. ما شاء الله طلع معايا كده حاجة زي ما شفتوا في اول الفيديو، حاجة كده تفتح النفس. حبة عسل اسود بقى وحتة جبنة قديمة واديله. طبعا هتاكلي لما تشبعي، انما لو بصوا كده كان مفروض على الصينية. جبت طبعا طبق السمنة بتاعي، وابتدي بقى ايه افرد في الفطير، عشان طبعا لو هتشتريه من بره ولا هتاكلي ولا العيال هتاكل، فاحنا نعمله في البيت. بصي اتقطعت منك ما تقطعتش ما تقلقيش، لانها هتطلع معاكي زي الفل باذن الله. كده بصوا كنت بشدها، بصوا ما شاء الله، بصوا هي باين عليها طبعا. كل ده بقى بيديكي طبقات، عايزه تكتري احنا طبعا بنحبه ايه خفيف ورقيق كده. عايزه طبعا طبقات كتيره ويبقى كده طبقته سميكه معاكي، حطي. انا بحط 4 طبقات فوق بعض، انتي عايزه تكتري عن كده حطي 6، بس هنا بحط 4. بص ما شاء الله بتتفرد ازاي. والله يا جماعه كانت في ايدي العجينه تحفه. وجبت طبعا الفرشه بتاعتي عشان ايدي ما تتعص سمنه وكده، فبعمل بيها ندهن طبعا بالفرشه. كده كانت الطبقه الرابعه. ما تكتري السمنه عشان ما يبقاش تقيل معاكي وتزهقي منه. يعني كده ايه حاجات بسيطة يا دوبك، بس ايه العجينة بتاعتك ما تلزقش في بعضها. اول ما تحسي انها خلاص مش هتلزق، خلاص ما تحطيش سمنة تاني. طبعا بدهن دهن على الصينية عشان ايه ما. بصوا ما شاء الله هي كانت بتفرد بسرعة والله برضو، وانا مسرعة الفيديو شوية بس هي كانت بتفرد بسرعة. بصوا الصينية تحسوا ان الصينية باينة من خفية العجينة، كانت رقيقة زيادة عن اللزوم. طبقة في التانية طبقة في التانية لحد لما نخلص كمية الفطير. احنا ورانا ايه، ادينا قاعدين. يلا بقى صلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، واذكري الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طبعا ناخد حسنات مع بعض يا بنات. بعد بقى ما خلصت فرد الفطير بتاعي، جبت صينية. طبعا كنت طبعا مشغلة الفرن، لازم تشغلي الفرن قبلها يبقى سخن عشان الفطير ما يقعدش منك في الفرن اكتر من 7 دقايق، لو قعد اكتر من كده هينشف منك. وكنت طبعا ايه دهنت الصينية بتاعتي بالسمنة. انتي بقى عشان الفطير انا اول ما خلصته رحت عاملاه على طول، انتي سيبيه يرتاح حبة هيتفرد معاكي اسهل من كده. بس هو ما شاء الله عليه يعني مش محتاج حاجة. والفرن لازم يكون سخن عشان تدخلي. كنت دي بعمل الصينية التانية. طبعا لازم تحطي حبة زيت على وشها ولا سمنة عشان ايه تتفرد معاكي بسرعة، وعشان كمان تديها لمعة. لو عندك بقى حتة زبدة بقى وهي بتخرج من الفرن يا سلام، تفضلك في حتة تانية. سمنة بلدي يا جماعة بتاعتنا الفلاحي دي، مش فرن والحاجات دي، لا بلدي بلدي. حطيها كده وهو خارج من الفرن، سيبيها كده بس على السخونة تسيح على وشه، هتديله طعم فظيع. بصوا بقى انا كنت مخففاه جامد لان احنا بنحبه خفيف، ما بنحبش يعني تقيل كده، لا بنحبه خفيف كده. كنت دخلته الفرن الفرن قايد من تحت وحطاه على الصاجة من تحت عشان ايه
لازم احطه على الصاج عشان يستوي بسرعة. بصوا مادام اترفع كده اعرف ان هو ناجح. ما شاء الله هو بيتكلم عن نفسه قبل ما يطيب. مادام العجينة دي الفطير يترفع معاكي كده تبقى اعرفي ان هي الطريقة ناجحة. كنت طبعا بجيب الصينية دي هنا مرة والصينية دي هنا مرة عشان الفرن طبعا عندي بيبقى حامي من ناحية جامد. كل واحدة بقى عارفة طريقة فرنها ايه. بصوا مادام اترفع كده اعرف ان هي ما شاء الله الطريقة ناجحة. طبعا كنت عايزة اشوف استوى ولا ايه، فجبت لقيته ده لسه، فقلت اجيب الصينية دي هنا ودي هنا. دي طبعا كانت استوت من تحت، فقلت ايه هطلعها فوق برضو عشان لازم تطلعيها فوق تاخد وش. طلعيها فوق كده ما شاء الله تاخد وش، مش هتقعد معاكي على طول، مبتاخدش فوق دقيقتين. ما شاء الله في مسافة ثواني كانت. بصوا ما شاء الله على شكل الفطير وهو خارج من الفرن، حاجة كده تفتح النفس. دعموني بقى بلايك واشتراك في القناة. بصوا ما شاء الله على شكله. كده بقى كنت خلصت الفطير بتاعي وبحطه على الصينية، اسيبه ايه يهدى كده مع نفسه.